قاعدين ومكسلين ونفسكم تاكلوا اي حاجة حلوة كده على السريع، مكونات موجودة في اي بيت. يلا بينا نصلي على الرسول ونقول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ونسمى بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب لفة جلاش واحدة بالشكل ده، وابدأ اقطعها كده بالشكل ده. تمام، افردها بقى بالطريقة ديت بالشكل ده. يا ترى بقى بتشاهدوني من اي بلد بقى؟ اكتبولي كده في التعليقات. وان كنت وصلت لحد هنا يا ريت تشجعيني وتديني لايك حلو كده من ايديك الحلوين دول. اجيب بقى صينية وادهنها سمنة بالشكل ده، واحط الجلاش وما اضغطش عليه. تمام، احطه بالشكل ده. اجيب بقى كوباية سمنة دافية واوزعها عليها كده بالمعلقة لحد ما ما يعني اشرب السمنة، كوباية السمنة في الصينية كلها بالطريقة دي فوق الجلاش بالشكل ده. تمام كده، احطها في الفرن. اجيب بقى المادة السائلة اللي انا هحطها عليها، كوبايتين حليب، حطيت واحدة دي التانية، 3 معالق سكر بالشكل ده. تمام كده، ومعلقتين كاستر او نشا. طبعا الكاستر حلو جدا. هجيب بقى كمان معلقتين كريم شانتيه. تمام كده، وكيس فانيليا، ومعلقة صغيرة بيكنج بودر. تمام كده، كيس او كيسين فانيليا او رشة فانيليا. حطيت البيكنج بودر، اقلبها كده كويس جدا بالطريقة ديت وادوبهم كده. احط عليها ربع كوباية زيت. تمام كده، طبعا المسخسخة بتاعتنا خرجت من الفرن اهيت. احط عليها الخليط بتاعنا ده بالشكل ده. تمام، ادخلها بقى في الفرن تاني عشان القوام بتاعها يمسك. خرجت من الفرن بالشكل ده. اوزع عليها بقى شوية مكسرات حلوين كده، واحط عليها كمان الشربات بتاعها، حوالي كوباية شربات. بالطريقة دي وصفة سهلة وبسيطة وجامدة جدا، بسم الله ما شاء الله، والطعم خطير. ما تنسينيش بقى بتاعه حلوة لما تعملي الطريقة وتجربيها، ولايك وشير كتير عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.